بالنسبة للنظرة أو فكرتنا عن الجنس، لازم نقدس هذه الصنعة الإلهية التي أوضعها الله في الإنسان. الجنس هو ابتكار إلهي وصناعة إلهية، خلقة إلهية، وديعة إلهية حطها ربنا في الإنسان، ولها أهداف مقدسة وشديدة القداسة. هدفها الاتحاد الزوجين مع بعض، هدفها التعاون والتكامل، هدفها إنشاء الألفة والحميمية والدفء والاعتمادية الصحية المتبادلة بين الزوجين والأسرة، هدفها النسل والإنجاب والانتماء، عشان الإنسان يطلع منتمي لأسرة، والأسرة العيلة، والعيلة المجتمع، فالإنسان ينتمي للإنسانية المنتمية لله أبو كل الخليقة، فيبقى بابا وماما، والله هو الأب الأعظم والأب المطلق للخليقة كلها. فالجنس مصمم بقدسية عالية، والقديس بولس الرسول قال عنه: ليكن الزواج مكرما عند كل أحد والمضجع غير نجس. فربنا قال في الكلام عن سر الزيجة: من البدء خلقهما الله ذكرا وأنثى، وقال: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فربنا هو الثالث، والروح القدس هو الثالث اللي بيربط بين الشريكين في سر الزيجة. فالجنس استخدم فقط أو خلق فقط لاستخدامه داخل الزواج لإحداث التكامل والحميمية والألفة في حياة الزوجين، فلازم ننظر له بنظرة مقدسة، ندخر هذه الطاقة لغاية استخدامها حسب قصد الله وحسب مشيئته. إيه اللي بيحصل بقى في الإدمان؟ تعرض لخبرات مبكرة قبل الأوان من مصدر غير نقي، غير روحاني، غير صحي. مصدر ده قد يكون إعلام، تلفزيون، مسلسلات، أفلام إباحية، أي مصدر بيعرضها بشكل يركز على الإثارة واللذة الجسدية فقط، لكن الاحتياج الأساسي عند الإنسان هو الاحتياج إلى الحب والالتصاق. فلما يغيب الحب والالتصاق النقي ويتجنسن، يعني يعطى مع مسحة جنسية كده، يصبغ بصبغة جنسية، الإنسان يفتقر إلى مهارة أن يحب ويحب بشكل نقي، ويبتدي يجنسن الحب اللي هو بيحتاج إليه. لذلك حتى في الخيالات الجنسية الإنسان بيتخيل شريك جنسي، الشريك ده بيحط له صفات زي الحنان، الحب، الخضوع، التواضع، الذكاء، الاحترام، وفي الغالب بيتخيل الإنسان ده بيحبه وبيحترمه وبيقدره وبيخضع له، بيسمع كلامه. فهو مش بيتخيل ممارسة فيزيكال كده جسدية فقط، لكن بيتخيل إن هو في علاقة مع شخص. يبقى الاحتياج الأساسي احتياج إلى الحب، الحميمية، الالتصاق، الدفء دون جنس. ولما الإنسان مش بيلاقي ده في الحياة، مش بيعرف يمارسه ولا يكتسبه، بيلجأ لممارسة سلوك جنسي بحثا عن الحب الذي بداخله، بحثا عن الدفء والالتصاق بداخله.